أبو وضاح عارف يقول برسل بالتهاني رسول أجمل تانية في حلول أفضل شهر شهر الصيام. أبعث تانية رائدة من قلبي تصل وافدة للوالد وللوالدة درعي والسند والحزام. وأهني جميع أخوتي وأهلي كلهم وزرتي من قلبي ومن موجتي أبعث تهنئة للكرام. كلمات أبو وضاح عارف سعيد محمد سعيد يهديها إلى والده الحاج سعيد محمد سعيد ووالدته وأخوانه يهنيهم بحلول شهر رمضان المبارك. تحكي وتعبر ما فيها. أداء أبو بشير وخراج هشام الكوماني. مع تحيات تسجيلات الكوماني. باسمك يا عظيم الجلال أبدأ كلمتي والمقال، عفوك يا وثيق الحبال يا خالق جميع الأنام. أبو وضاح عارف يقول برسل بالتهاني رسول أجمل تانية في حلول أفضل شهر شهر الصيام. أبعث تهنية رائدة من قلبي تصل وافدة للوالد وللوالدة درعي والسند والحزام. وأهني جميع أخوتي وأهلي كلهم وزرتي من قلبي ومن مهجتي أبعث تهنئة للكرام. في شهر الصيام الكريم أجمل شهر أجره عظيم، من صامه وهو مستقيم نال الأجر دايم دوام. نال الأجر دايم دوام. في شهر الصيام الكريم أجمل شهر أجره عظيم، من صامه وهو مستقيم نال الأجر دايم دوام. يا الله احفظ الوالدين عادم لي ضياء كل عين، واجعل أجرهم مرتين واجعلهم بخير كل عام. بهنيك يا والدي يا رزقي ويا ساعدي، شهر الخير جا وافدي شهر الحب شهر الوئام. أجمل تهنية وافية توصل لك في القافية أنت وأمي الغالية وأخواني بكل اهتمام. من قلبي أبارك لكم بالشهر الكريم كلكم، يجعل ربنا صومكم أجر مثل فيض الغمام. شهر الخير قد فضله ربي حين نستقبله، ندعي ربنا يجعله شهر العافية والسلام. شهر الصوم فيه الكرم فيه الحب فيه القيم، والأحزان فيه والشيام والرحمة الخير الأنام. الله يجعله شهر خير في دربه وفي كل سير، وانتو فيه دايم بخير يا نوري بوقت الظلام. ربي يجعل الصايمين في شهر الصيام اجمعين مأجورين دنيا ودين، والأجر غايتي والمرام. فيها المغفرة والثواب والرحمة لشيبه وشاب، في الدنيا ويوم الحساب أجر الصوم أعلى وسام. يا يا ولي أمرنا أنت وأمنا نورنا، طال أعماركم ربنا يا الوالد رفيع المقام. والأخوان كم من أسد مصدر قوتي والسند، والدرع القوي والمدد الأبطال كم من همام. هذا التهنية واصلة في أبياتي المرسلة، رب الملكات والسلام يقبل صومكم والقيام. واختمها بطه الأمين سيد الخلق والمرسلين، صلينا عليه أجمعين المختار مسك الختام. واختمها بطه الأمين سيد الخلق والمرسلين، صلينا عليه أجمعين المختار مسك الختام.